من بداية طوفان الأقصى وبعدها الاجتياح البري لقطاع غزة، كان هدف إسرائيل الأول والأخير هو تهجير سكان قطاع غزة للأراضي المصرية. ولما لقت إسرائيل إن الرد المصري هيكون قوي ومصر مش هتسمح بتهجير سكان القطاع لأرضها، بدأت تشتغل على خطة الجنرالات، وقامت بتقسيم قطاع غزة لشمال وجنوب ومحور نتساريم. وبعدها تظهر تسريبات بأن إسرائيل هتلغي قرار فض الارتباط واللي نفذه شارون سنة 2005. وهنا تظهر شوية أسئلة: إيه هي تفاصيل خطة الجنرالات؟ وإسرائيل بتعمل إيه بمحور نتساريم؟ وإيه حكاية قرار فض الارتباط اللي نفذه شارون سنة 2005؟ أقول لك هي دي الأسئلة المهمة وتعالى نجاوب. خطة الجنرالات حطها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا الجنرال جيورا ألين، والخطة كانت متكونة من 3 مراحل. المرحلة الأولى إخلاء شمال قطاع غزة بالقوة عشان نقطع الدعم على المقاتلين بتوع حركة حماس، فيضطروا إنهم يخرجوا من الأنفاق، وساعتها يكونوا هدف سهل للقوات الإسرائيلية وتقدر تصفيهم واحد ورا التاني. والمرحلة التانية تهجير سكان شمال قطاع غزة للجنوب لممارسة الضغط الدولي على مصر عشان تفتح حدودها ويتم تهجير سكان قطاع غزة للأراضي المصرية. أما بقى المرحلة الثالثة والأخيرة إنهم يبنوا مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة عشان يضمنوا إن ولا مقاتلين حركة حماس ولا حتى سكان القطاع اللي اتهجروا منه هيرجعوا ليه مرة تانية، عشان تكون إسرائيل بلعت قطاع غزة حرفيا. وده اللي ياخدنا لإجابة السؤال اللي بعده. لو بصيت على خط نتساريم اللي قسمت بيه إسرائيل قطاع غزة لنصين وبعدها بنت قواعد عسكرية حوالين المحور، يأكد لك إن إسرائيل عندها أهداف تانية من ورا حربها مع حماس. ده غير إن في محاولات كتير داخل إسرائيل لإلغاء قرار فك الارتباط، وقرار فك الارتباط ده كان نفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون سنة 2005 أثناء الانسحاب من غزة، وقام بتفكيك المستوطنات اللي كانت موجودة داخل القطاع وسواها بالأرض. وسواء قرار فك الارتباط اتلغى ولا لأ، فإسرائيل كده كده بدأت بالفعل إنها تشتغل على بناء المستوطنات في شمال قطاع غزة. إسرائيل طايحة ومحدش قادر يوقفها. والسؤال هنا للحكومة الإسرائيلية، لبنيامين نتنياهو ذات نفسه: مصر اللي حاشدة قواتها على حدودها الشرقية قدام عينيك بالظبط، ورئيسها من كام يوم قال مش هنسمح بالتهجير، ممكن تسيبك تعمل اللي في دماغك؟ تبقى بتحلم. مصر قالت كلمتها، واللي عايز يجرب يقرب.